وفاة 3 شبان يعني يقرأوا فيهم شكون يقرأ بكالوريا والله يرحمهم، وزوز اخرين جرحى تم نقلهم الى صفاقس. حاضر نجلول. دكتور نعم مرحبا، اهلا وسهلا. صعوبه كبيره باش تحصلنا عليك سي ناجي، مرحبا بك. شنو قلت لي قاعد حوالي قموده الساعه، بدلوا لها الاسم، بدلوا الاسم بدلوا رجعوها الاسم القديم قموده. تقموده اسمها القديم سيدي بوزيد. جنودنا الشعب القمونيين هذا شعب بربري عظيم مش راضي عليه. اذا انت استاذ تاريخ تعرف اكثر مني. مرحبا بك اذا على موجات اذاعه الكرامه. نحييك. كنت نعدد الوزراء التربيه اللي كانوا معناها على راس وزاره التربيه منذ 2011. 10 وزراء للتربيه مروا على وزاره التربيه في تونس. الوضع المؤسسات التربويه في تونس يعني معناها كله تقريبا شبه بعضه في مختلف ولايات الجمهورية، في الشمال، في الوسط، في الجنوب. اهتراء للبنية التحتية. إلى متى يعني ستظل يعني الوزارة؟ إلى متى؟ ما عملنا احنا شهر المدرسة عملنا 4 شهور ما رضوش توانسة. بالعكس احنا قتلنا معناها في 4 شهور في شهر المدرسة وعملنا المؤسسة داخل المدرسة، ورجال الأعمال تدافعوا باش يصلحوا. هاو اللي سراق واشتروا في الحبوسات واشتروا مهربين. يفو سافوار سكون فو دون سو بيي. ايش نحبوا؟ فهمت؟ شوف ايش قالوا صاحبنا بجرة قلم يتصلحوا المدارس بتاعنا. نعم. اعطوني عام تردهم لك 200 توال. انا هيك شديت في وزارة التربية سي ناجي. اي انا شديت 4 شهور صار المدرسة. صلحنا 3000 مدرسة. لمينا برك دفعات ديريكت 30 مليار و30 مليار 60 مليار دم. في الوقت هذاك سموك كمل هو يموت سيدي زملائنا النقابيين سموني وزير التسول. أيوة. على خاطر خذيت من رجال الاعمال. ما هو قال وزير التسول مش هكا يا خويا. تسولت ومشيت رجال الاعمال ويرحم والديهم واسمع وكانوا باهيين وساهموا. فهمت هيك هم سبوه. هما يجي اخويا برا عيطوا. انا كنت رجال اعمال يكلموني مشيت برا عيطوا رجال اعمال توسطوا عليكم المدارس ويصلحوا لكم هذا جران بليزير. فانا قولوا لهم اما بطلوا من شيطان رجال الاعمال. بطلوا مش شيطان. بطلوا من شيطان الاعمال. ما هم سراق رجال الاعمال في تونس يسمعوا في الثروه. ومانيش رجل اعمال انا موظف. ما همش الكل للامانه يا ما ثماش يعني ما ثماش يعني ما ثمهمش الكل مش ندافع الا ضد ومع. اما ثم رجال الاعمال اللي هما استنفعوا برشا من تونس لكن ما عطاو شيء للبلاد، وربما حتى الفلوس اللي سوروها الزول برا. مش كان رجال الاعمال مش نحب نكونوا واضعين. غلطنا كنا والوضع هذا مسؤولين عليه بكنا. الدولة مسؤولة والنقابات مسؤولة والشعب التونسي مسؤولة. الشعب التونسي عنده صندوق إذا إصلاحات مثل الصندوق مثل المؤسسات التربوية حتى واحد مصاب فيه فرنك. إجا شوف الشعوب المتحضرة تحول الأزمات إلى فرص. إجا نحولوا الأزمة هذه الله يرحمهم الوليدات. ومؤسف جدا الوليدات فيه مؤسف جدا في القرن 21 يطيح حيط على تلامذة والله مؤسف جدا. إجا نحولوا فرص. ايش نتفاهموا نقعدوا نعملوا يا سيدي ما عملوش حوار وطني في السياسه. ايش نلموا النقابات ونلموا الدوله ونلموا الاتكاء ونلموا الناس كل ايجا كيفاش نصلحوهم المدارس هذه. يا اخي شنو هي الحكايه هي؟ يعني 5000 مدرسه راهو يتصلحوا راهو يتصلحوا في عام. اما تبقى لازم اون فولونتي ويلزم اللي صار في المزونه ما يتوظفش سياسيا. هو هذا اللي صاير. ما يلزمش يتوظف سياسيا اللي صاير. كلنا غلطنا والوضع هذا معروف. وزاره التربيه 95% من مواردها للشهريات. ما تنجم تعمل حتى شيء وزاره التربيه. ما تنجم تعمل حتى شيء وزاره التربيه. هذه مساله تتعدى وزاره التربيه. اذا مش لازم مدير المؤسسه نحملوه مسؤوليه لان مش مسؤوليته، ومش لازم نحملوا السيد وزير التربيه مسؤوليته لان مش مسؤوليته. شكون واضحين. يعني سقوط السور مش مسؤوليه وزير التربيه، مش مسؤوليه المدير، ما مسؤوليه شكون؟ يا ودي السقوط ما تحملوا الناس الكل. تحملوا الناس الكل لان وزاره التربيه ما عندهاش موارد باش تصلح. ومدرسه مزونه مش وحدها راهو عندك مئات المدارس في الوضع تاع المزونه. مئات المدارس. انا كي جيت وزاره التربيه كنا انا صعب خفتح. الحل الوحيد وعملنا 3 حلول. عليه ما توصلتش. احنا عملنا منظومه
مزيانه ياسر، وهي المؤسسه صديقه المدرسه. عندنا 8000 مؤسسه اقتصاديه وعندنا 5000 مدارس. قلنا كل مؤسسه اقتصاديه تتبنى مدرسه مع جنبها، وقبلوا المؤسسات الاقتصاديه قبلوا. علاش وقفناه البرنامج هذا؟ على خاطر تنجي جلوله يا سيدي يحجبوا مش تنجي جلول، تو نكتبوا باسم عبد الداخل، اما خليها تمشي. عملنا منظومه اخرى، عملنا منظومه نتاع الشراكه والخاص. جيت رجال اعمال من اصدقائي قلت لهم احنا ما عندناش ترانات، يجي عمل لي تران غازوني وعمل لي تران واحد، انت تستغلوا في العطل وانا نستغل وقت القراءه. قالوا خوصص، انا خوصصه هذا في القانون التونسي شراكه بالعمل الخاص. شوف يلزم النقابيين اللي عندنا يتخلاوا على العقليه السوفيتيه، راهو الاتحاد السوفيتي مات الله يرحمه، وراهو البلاد هذه معناها تبنات على اذا القطاعات الخاصه والعامه. اما كان نواصلوا على هذا ونواصلوا في رزق بيديك ما نتواصلوش. ثم حد يا اخويا تحب نمشي انا غدوه نقابل السيد وزير التربيه اللي هو سلح تربو وكان من المنظوريه، نقول لك تعمل تعاطلوا فيها نصير. احنا في 4 شهور صلحنا 3000 متر في 4 شهور. عملنا دي تران غازوني بارتو برا، شوف المدارس فيها تران غازوني. طيب هو من الحاجات يعني اللي تحسب لك احنا استدعيناك في برنامج لانه في الحقيقه يعني في الفتره اللي شديت فيها انت ثم التفات للمدارس للبنى يا فوزي بربي هذا ما ننكرش. شوف شوف الوقف والتوظيف السياسي. نعم شوف الوقف والتوظيف السياسي. شوف احنا وقت الوزير عملنا اعاده صياغه الخارطه المدرسيه. عندك مدارس في الريف فيها 4 تلامذه وفيها عدد ساعات المعلمين اكثر من التلامذه. قلنا نجمعوا المدارس، نجمعوها 10 مدارس 11 مرة بدنا نجمعوا فيهم. قاموا وقت الشعار الغبي الناجي برقيبه حل المدارس ونجروا اللي يسكر فيهم. نورمال مدرسه فيها 4 تلامذه، نورمال عندنا 1,000,000 تلميذ في الابتدائي، عندنا اكثر من 3000 مدرسه، عادي هذا. اذا الناس كل قامت يزينا من التوظيف السياسي، يلزم تجميع المدارس ونعملوا لهم نقل ريف. هو فما مشكله بركه الصغيرات اللي يطيحوا من الكاميونات كل نهار، نسيتوهم هذوما؟ لذلك يطيح الكاميون في حادث بريد ولا يطيح في مختبر العمر. اذا نشوف عندنا مؤسسه تربويه من البنيه التحتيه مضروبه، المناهج مضروبين، طرق التدريس مضروبين، الاطار التدريس مش قاعد يخلص بالكدا، اضعف الشهريات موجوده. اجا نجعلوا مثلا قضيه التدريس قضيه وطنيه ريال ويزينا من تاسيسها، يزينا من تاسيسها. خليني نسألك سؤال. أنا وقت اللي أنت وزير تربية جيت لسيدي بوزيد وأنا سألتك سؤال ما جاوبتنيش عليه، راوغتني مش ما جاوبتنيش أما راوغتني. سألتك سؤال قلت لك علاش الساعات الفرنسية اللغة الفرنسية مش قاعد تسمع فيك فوزي، فما المشكلة هذه عندنا. فوالا هاي تو تسمع فيها. أنا أسمع فيك بشوية، ما أنا خدت في العامر أنا هذاك علاش. في العامر واش تعمل في العامر؟ شنو؟ أنا ماشي نسوق من المدينة نتعدى على العامر، نتعدى على جبنياني والعامر ونمشي نحط شمعة في سيدي بسحاق. هذاك أبو اسحاق جبنياني وما أدراك من علماء العهد الاغلبي. فهمت؟ وجده هو ابن الصفاقس علي ابن البكري وكان اخ سعود تعنون من الرضاع. انا راهو انا انسان نحترم تاريخي راهو. واضح. خليني في السؤال اللي سالتك قلت لك ساعات الفرنسيه، ساعات اللغه الفرنسيه 8 ساعات بالنسبه للابتدائي، في حين ساعه في حين بشويه سيناجي في حين يدرس التلميذ ساعة واحدة للتربية الإسلامية في الأسبوع. الفرنسية يقرأ 8 ساعات في الأسبوع، والتربية الإسلامية يقرأ ساعة واحدة في الأسبوع فيها الأخلاق والعبادات الأخلاق والعبادات والهدي القرآني و شنو الاخر؟ شو معناه؟ ايش معناه؟ معناها المجتمع يا سي فوزي يا سي فوزي انا معناها جبت الصحافه الفرنسيه شهر وطالبوا اذا فرنكوفين تونس بايقافي، لان حبيت شوف ثم حاجه غريبه في البلاد هذه، اكثر شعوب متخلفه في الواحد هي البلدان المغاربيه. يهودي المنظومات الراقيه بما فيها معناها الكيان الصهيوني 80% من التدريس في الابتدائي باللغه الام. شوف رحنا ما نتكلموش بلغه، نفكروا بلغه عادي جدا باش نسبه الفرنسويه مرتفعه جدا في الابتدائي. هي اكبر كارثه بيداغوجيه يلزم يكون العربيه عندها نسبه كبيره
في الابتدائي. ويلزم انا مو تعرف حبيت تعدل الانجليزيه لغه ثانيه. للاسف الاخلاق مش قاعده تتقرى في مدارسنا سي ناجي. نص ساعه اخلاق للتلميذ. وقت اللي حبيت تعدل الانجليزيه ساندتني النخبه التونسيه، ما ساندتنيش النخبه التونسيه، ما ساندتنيش. انت تصلح في التعليم في تونس، مش تراضي في النخبه التونسيه. انت عندك برنامج، انت يحكم. خليني نكمل. انا وقت اللي دخلت في عركه انت من دخلت في عركه مع النقابات ودخلت في عركه مع الاحزاب، لانه عندك برنامج، لانك من الوزراء المعروفين عنده المسعدي عنده برنامج. خليني نكمل. دكتور خليني نكلم. الدكتور محمود المسعدي كان عنده برنامج، الشرفي كان عنده برنامج، نتيجه له للامانه عندك برنامج نتاع توجه عام ما يتعملش على عام واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. عندك نظره في انك تعمل معناها المدرسه تبني مجتمع معين او تخلق مجتمع معين. دونك انا سالتك في الاسئله هذه، علاش في تونس الاخلاق، علاش نسبه الجريمه تو مرتفعه، علاش انتشار الزطله، علاش عقوق الوالدين، علاش السرقه، علاش الخطفه، علاش لان احنا في مدارسنا ما تنجمش تخلق مجتمع ارقى من مدارس. ما تنجمش. الشعوب الاسيويه اليوم راقيه، كي تمشي تايلاندا وتمشي لكوريا لان عندهم تعليم راقي. يهودي 10% الاوائل في كوريا الجنوبيه يمشوا معلمين، لان شهريه المعلم في كوريا الجنوبيه اكثر من شهريه الطبيب. احنا بعد 2011 احنا اليوم الطبيب مسكين كمان شهر. اليوم عندك النواب معناها ما عندوش مشاكل. يا سي ناجي نعم، احنا دوله ما تحبش تصرف على التعليم، الشعب ما يحبش يصرف على التعليم. خليني اجا ننهضوا بالمدرسه نتاعنا. اول اجراء يا سي ناجي نحب نقول لك حاجه. نعم. بالمدرسه اليوم رد الاستاذ ياخذ 3 ملايين ورد المعلم ياخذ 2 ملايين على الاقل. على الاقل هاك يصير يا اخي. هذا ورش عمل ما هو معناها دوبل اول شد دوبل شهري. على بالك استاذ جامع ياخذ شيخ وما انت استاذ جامعه، انت استاذ جامعه. استاذ تعليم عالي جنرال معناها اعلى رتبه في الجامعه. يخرج تروتريت راهو بالفورو ما يشروش جوز كتب راهو. وبعد حبوا بحث علمي ونحبوا جامعه راقيه ونحبوا تحبش. اليوم الوضع الاجتماعي للمدرس كارثي. يجي نحلوا هذا قبل. البنيه التحتيه ثم حلول. الدوله ما عندهاش فلوس، ما عندهاش فلوس. اجا هاكا عندكم منظومه موجوده بالقانون، المؤسسه صديق المدرسه. كل مؤسسه اقتصاديه تمشي المدرسه مع جنبها تحل المشاكل. وما عندكش فكره. رجال الاعمال عمرهم انا كنت وزير عمرهم ما قالوا لي لا. للامانه ما عنديش رجل اعمال، بالعكس كانوا يتدافعون لاصلاح المدارس. انا عندي رجل اعمال 9 مليار في تصليح كوليج، واحد اخر بناء مدارس ابتدائيه مليار. الزواج هذا ممنوعين من السفر تو. والله ممنوعين من السفر. واضح. سي نجم خلينا نحكي فقط في نقاط مهمه برشا. في تونس نعطي امثله. انا في بلادنا في 2011 اول اجراء تعمل لوزير التربيه البكوش وقتها، اول اجراء عمله انه عمل كيفاش الغى المعاهد العليا لتكوين المعلمين ومدارس ترشيح المعلمين. نحاها. ما لغاش بكوش، الغاهم محمد شرف. لا انا في سي انا قريت يعني شوف انا كنت معناها موجود في الفريق اسمه عبد الشرفي. تسكير لكل معهد كان بطلب من البنك الدولي لانه غالي. والمعهد العليا قعدت لي في قلبي. اول حاجه عملتها رجعت تكوين المعلمين. اول حاجه رجعت، وقاعد يخرجوا في وليدات تو معلمين شباب يعملوا الكيف برا يسال عليهم. قلت لك شو مشكله التعليم في تونس؟ عندنا برشا مشاكل. اساسا مساله تكوين المكونين. انا سامحني انا ما عندي حتى مشكله مع النواب ونعتبر حقهم واستعملناهم. شنو تجي تخرجوا من الجامعه تروحوا في ده مكتب يلزم يتكون باش معلم. وهذاك علاش عملت الماستر بروفيسيونيل. انا يتكون عام بعد يمشي. هاكا سكروه الماستر بروفيسيونيل. لا الغاء مدارس تكوين المعلمين قبل طيب بكوش. والمعاد انا مش معك في اللي الاحصاء اللي عندي. انا نلقى الاحصائيات. انا عندي طيب بكوش هو لا لا سي كانت فما فورماسيون تاع ليكول نورمال. مي هذيك كان تكوين عدد محدود جدا. عندك حق في الحكايه هذيك. اما ماهوش اللي عندك حق. اما ذاك انت الجرجاني كان يكون
كان يكون عدد ضئيل جدا. واضح. باختصار اذا خلوا لك تقريبا مازال عندنا دقيقه. اذا اصلاح التربوي في تونس او اصلاح التعليم او اصلاح، خلينا نحكوا على البنيه الاساسيه. نحن تو خاطر موضوعنا السور والمتسبب ومن تسبب في قتل هؤلاء الاطفال الابرياء، من هو المسؤول في الاخر بكل السياسه التربويه. السور الناس كل تقول السور هو اللي طاح قتل التلامذه، لكن من المسؤول عن في الحقيقه؟ البنيه التحتيه نتاع المعاهد التونسيه تبنات اغلبها في السنوات 60 و70 بمجهود مواطني، يجوا جماعه يبنيوا، ما عندهاش دي نورم داركتيكتور، ما عندهاش دي نورم، ما عندهاش دارم، تبنات في الوقت هذاك وتبنات لليورجونس، خاطر وقت الديموغرافيا تونس كبيره وكانوا مجبرين. تو الواحد لم تتجدد، من المسؤول؟ انا بصراحه السيد المدير نتاع المزونه مش مسؤول. يعني مش نحكي على مدير المزونه في المزونه، يعني نحكي بصفه عامه. يعني وتحب نقول لك تحب نحيو الحكايه بصفه جذريه. احنا البلاد الوحيده وزاره التربيه لاهيه بالبني. يسمع راهو البناءات والكونتينه والكل راهو المنشآت البلديات في اوروبا. راهو خلي وزاره التربيه تعمل تعليم يكفيها، وخرج هذا الكل وزاره التربيه اعطيه البلديات. ما انا نتصور كان نعطيه المدارس، بناء المدارس واصلاح المدارس والانطلاق المدارس للبلديات، تو نحيو راهو فرضه كبير على وزاره التربيه. هكا انت عملت ديوان الخدمات المدرسيه وبرشا ينقضوا فيك انه خاطر اداء الديوان فيه برشا سرقه وفيه برشا مشاكل وفيه برشا. لا تحب نقول لك حاجه، اللي ينقضوا في ديوان الخدمات المدرسيه معناه كانوا يعكعكوا. معناه كيفاش برا اليوم يقول لك برا اشهدوا الاسلام ده الاكله تحسب ديوان الخدمات المدرسيه. يا اخي تو سامحني نحي تعكيه. تو انت استاذ عنده قبل يمشي يشري اللحم، وين يفهم في اللحم هو؟ يشري ودوره هو المدير يشري اللحم والخضره، يدوروا يتلاقى بالبيداغوجيا. انا عملت ديوان خليت المدير والناظر والكل لا عاد يشروا اللحم لا عاد يشروا الخضره لا عملوا حتى شيء، خليت مؤسسه تشري وتطيب. وكونا الكوجينيه اللي هما كانوا عمله ما عرفوش يطيبوا، كوناهم في معاد شوف نحيي الخطاب الشعبوي. تجمع مازالوا سنه 60 مازالوا هكا برشا نقابين مازالوا في عهد رفيق ستالين، راهو مازالوا اتعس من ستالين. يا ود نحي هذا ديوان الخدمات المدرسيه برا اسم التلامذه، قل لهم اسم التلامذه، قل لهم شنو الوضع. انا عندي تقارير ان الاكله تحسنت، ان الانترنت تحسنت، الانترنت ولات فيها تلفزه. ديوان الخدمات المدرسيه باهي، ايش بيه ديوان الخدمات؟ ايش بيه ما قالوا حتى شيء على ديوان الخدمات الجامعيه؟ هكا موجود، هاك العالم الكل، هاكا فرنسا فيها الكروس، كان احنا ما عندناش ديوان الخدمات المدرسيه. معناها الناس هذم صراحه كانت عندهم مشكله مع النجل، وما تعرفش علاش. تعرف العركه اللي صارت مع النقابات شنو هي؟ علاه نعطينا العركه تو انت خرجت ما عادش عندك ما عادش وزير تنجم تحكي. لا جي با، كانت عركه عبد الناصر وبورقيبه داكوردو. هذو من الناس مازالوا في الخطاب كيما شكون دمرنا عرب، ماك الخطاب تاع عبد الناصر وفلان سنرميهم في البحر، تاك رمونا في البحر. شوف انا انسان ما نحبش الشعبويه، انا انسان براغماتي. انا اليوم نجم ناخذ قرار راس مالي، غدوه ناخذ قرار اشتراكي. انا ما عنديش هاك الخرده الايديولوجيه، ما عنديش في مخي، ما نكسبهاش. انا اليوم ما عنديش ايديولوجيا، جو سوي ان نوم كي نا با ديديولوجي. انا انسان حداثي براغماتي، ما يهمنيش حداثي براغماتي، ما يهمنيش منك تكون ناصري تكون شيوعي تكون اسلامي، ما يهمنيش. احنا ما بيناتنا الانجاز في البلاد هذه. اليوم انا صراحه مش نخليو لاولادنا، مش نخليو بلادنا بيئه ملوثه، مش نخليو بلادنا بلد منهار. انا هذاك يساعدني. انا الدوله هذه اعطتني كل شيء. انا كليت في الانترنات، كنت في الانترنات، خديت بورس في فرنسا، وليت استاذ جامعي بمجهود الدوله التونسيه. يا خويا انا انسان نحترم مجهود التونسيه ونرجعوا لها. هذاك علاش كنت شعاري في دار المدرسه لرجال الاعمال، هذه المسألة قراراتكم رجعوا لها الفضل نتاعها ورجعوا العباد. اذا اجا نبنيو بلادنا مع بعضنا، اجا ننقذوا معنا مع بعضنا، يزينا من الحرب اللي دمرتنا 10 سنين، يزينا من صراع الدقيق. قلت لك اجا نعملوا منظومه. يا خويا تحب حاجه، تحبش انا غدوه نلقى لكم عبد جمعيه تشرف على العمليه، جماليه تشرف على العمليه وتنظف العمليه. اتو تتصلح. شوف بجرة قلب اعطونا عام. شوف انا عندي تجربه عملتها. عندك بلاد اسمها قصر هلال، سبري فيها برشا رجال اعمال. يعني كي مشيت لقصر هلال او برشا رجال اعمال في قصر هلال،
كانت المدارس منهارة. اليوم نوعية بنية تحتية في قصر هلال خير من فرنسا. نجموا نعملوا هذا، سي بوسيبل، سافا ريان كوتي. راهو ترميم هكا زوز بيسينات اللي تعملوا يرموا المدارس راهم. فهمت؟ هاو قدامي مدرسة، أنا قدام مدرسة في جبنيانة ممتازة هكا تشعل. مش المدارس كل خايبين في تونس راهم. نعم. معناها أنا نعاود ونقول أنا لا نحمل مسؤولية لا للسيد وزير التربية لا للمندوب لا نحمل مسؤولية. الكلنا مسؤولين على الوضع وصلنا له، لأن عندنا أعوام نغزروا لهم طايحين، نغزروا ثقافاتهم. وينو اللي تار التربوي زاد؟ هاي حتى تار التربوي مسؤول راهو. أخي ما عندوش حوضة طايحة، ما عندوش تخطر. أنا شوي ما قالوليش عليهم أنا وقت الوزير. معناها يجي كنا تعرف والله مسكين التلميذ، والله معناها المظلوم في الحكايه هذا هو التلميذ. والشعب التونسي مظلوم في الحكايه. ما عندوش شكون يدافع عليه التلميذ. الشعب التونسي اللي يمن بالمدرسه واللي يمن بالتعليم واللي راهن على التعليم. توا التعليم اصبح معناها منين كان مسعد اجتماعي اصبح معناها مقبره، يعني يعني كان نعمه ولا نقمه. شوف اسمع، شوف كان نحبوا نتقدموا يجب نعملوا التعليم. شوف بالتعليم تعمل صناعة ممتازة، وبالتعليم تعمل طب ممتاز، وبالتعليم تعمل فلاحة ممتازة. كان ما تعمل شيء، لأن التعليم هو اللي يكون لك، هو يكون لك العباد. احنا ساعات نقولوا تو عنا دكاترة معطلين عمل. عندنا أكثر من 5000 يعني للأسف. يعني أكثر من 5000 سوق العمل في جهة والجامعة التونسية في جهة. سوق العمل في جهة والجامعة التونسية. احنا مازلنا نكونوا في ناس ما عادش حاجتهم بيه سوق الشغل. انا وقت اللي في عهد محمد الشرفي اقترحت نسكروا بار اكزومبل كيلك ديبارتمون ديستوار او انا مؤرخ. كيفاش؟ كيفاش؟ لازم تسكر. نعمل شوف قاعدين نكونوا في طلبه في التاريخ ونعرفوا في العربيه ونعرفوا المرشدين فلان ما حسوش بيهم. علاش كونوا فيهم؟ في حين ناقصين اطارات في السياحه وناقصين اطارات في النسيج وناقصين اطارات في الفلاحه وناقصين اطارات 70,000 حاجه. لأن بصراحة اليوم فما برشا ديمقراطية، يطرد ديمقراطية في المؤسسات التربوية. يلزم الدولة تتدخل وتعطي لورنتاسيون. يجي نبدلوا منظومة التكوين كلها. أما مش الدولة تكملها، يجي الناس كلها يتفاهموا. يجي نعم يعني ما عملنا حوار وطني على التعليم، مش عملنا حوار وطني كبير وعريضة وعملنا كتاب أبيض شميت تلوح في الرفوف الكتاب الأبيض. يا سيدي ما يصيرش الكتاب الابيض والاستشاره الالكترونيه اللي تعاملت معناها في عهد الرئيس قيس سعيد. يجي نلموهم الكل ونخرجوا المخرجات ونشوف شو يلزمنا. وانا نقول لك راهو 70% من مشاكلنا هم المكونين. ما تنجمش تعمل مدرسه ارقى من المكونات. يجي خلصهم بالباهي وطالبهم باش يتكون، طالبوا باش يعمل فورماسيون، طالبوا باش يترسكت. هذا ويجي. اما انت خويا تعطيه في 4 شهور وتقول له برا مشي يعمل التكوين، ما نجمش يعمل. واضح دكتور جلول، يعطيك الصحة. شكرا لك على تفاعلك معنا في موجة مع يعطيك الصحة. شكرا. بارك الله فيك. على الكرامة. شكرا، يعطيك الصحة. عايشك. مشكور. إذا كان معنا دكتور ناجي جلول الوزير الأسبق للتربية في موضوع بطبيعة الحال الحوار حول المؤسسات التربوية في تونس. وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم من برنامج متابعات. نحب نذكر برنامجنا برعاية شركة سكوب إنرجي، شركة الملكة للطاقة، وكالة تشويقي للأصفر مقاطي راس، واستراحة الأمراء بالسبالة. نذكر أيضا برنامجنا مع تقديم فوزي اليوسفي، ليلى الشخاري، وفي الإخراج فتحي العبدولي، أريج الحجلاوي، وسماح الكافي. شكرا لكم، ما زلنا متواصلين معكم. إذن الأسبوع القادم نلتقي بإذن